يا ربي يا ربي. ريفان عريس الحمدانية وحنين عروسة الحمدانية وكارثة أخرى تتعرض لها العائلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ريفان العروسة اللي دبلت الوردة، اللي دبلت الشمعة اللي انطفت، فقدت أبوها مساء أمس. أبوها بعد ما قعد فترة في المستشفى متأثر بالحروق الناتجة عن الحريق للأسف، والله خالص المواساة، فقدت أبوها بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين وأكابر اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. تحية خاصة من قناتكم قناة أخبار اليوم ومن أخوكم أبو وليد. استحلفتكم بالله يا أكابر اليوتيوب دعوة من قلوبكم إن ربنا يصبر البنت دي. والله أنا حاسس كده إحساس غريب. البنت دي زي ما احنا كده بنقول في أمثالنا يعني الشعبية، البنت دي من جبل. لأن اللي هي حاليا الضغط النفسي اللي هي فيه والحزن اللي هي فيه يكاد لا يتحمله بشر. لما بنت في أهم يوم في حياتها تفقد أمها وأخوها وعمتها وخالتها وما يتبجاش غير هي واتنين من اخواتها، هي واتنين من اخواتها. ريفان زوجها فقد أخوه وعمته وسبعة من أفراد العائلة كمان. كل ده بسبب إيه؟ مش عارفين من هو الجاني. على فكرة يا سادة، آخر الأخبار عن الموضوع إن هذه القاعة بمساحتها الكبيرة ملهاش إلا باب واحد فقط للدخول والخروج، زائد باب خلفي للطوارئ ضيق جدا. وعلى رغم اتساع القاعة ما كانش فيها إلا طفاية حريق واحدة، طفاية واحدة يا سادة، وحتى ما استعملوهاش ساعة الحريق. طيب بالله عليكم يا أكابر، يعني لما بنقول في أكتر من 1200 شخص في قاعة، مش المفروض يكون في وسائل أمان وسلامة ليهم؟ طبعا امبارح كانت فاجعة كبرى على حنين وعلى ريفان هو الآخر، الاتنين. فاكرين حضراتكم لما قلنا في أول ساعة ليها من المستشفى خرجت طلبت إن هم يودوها لأمها عشان تزور قبر أمها، المشهد اللي قدام حضراتكم ده. ومن بعدها كانت ناوية تروح المستشفى تطمئن على أبوها، لكن هي أدركها التعب ما راحتش لغاية ما فوجئت مساء أمس الثلاثاء إن والدها انتقل إلى رحمة الله تعالى. أي ضغط نفسه وأي ضيق هي فيه حاليا. يعني البنت يعني كل يوم بتدبل أكتر من اللي قبله. حضراتكم شفتوا صور السيشن كانت عاملة إزاي، صور الفرح كانت عاملة إزاي، أو مشاهد الفرح بالفيديو. عينيها كان كلها أمل وتفاؤل، كانت في أحضان زوجها وبيرقص سلولي، ودي آخر لحظة سعادة شافتها حنين حتى هذه اللحظة. لأن من بعد اللحظة دي ومن بعد تساقط النيران عليهم وعلى المدعوين، من ساعتها وهي كل يوم بتشوف آلام وأحزان. لما فاجت وعرفت إنها فقدت أمها، فقدت كتير من العائلة ومش باقي غير هي واتنين اخوات بس، تألمت حتى فقدت النطق والقدرة على الحركة. كانت بتتحرك بمساعدة ناس. امبارح يعني زي ما بنقول ازدادت الطينة بلة بخبر وفاة أبوها، نزل عليها كالصاعقة. هي حاليا دلوقت حصل لها انتكاسة تاني ورجعت للمستشفى تاني، وربنا يستر. لأن يا سادة أنا يعني سبحان الله عندي إحساس كده إن البنت دي هتتعب كتير جدا. عيل عندها 18 سنة شافت ويلات في خلال 10 أيام. أكتر شيء بيحزف نفسية الإنسان رحيل أبوه وأمه، الرحيل العادي. ما بالكم إن هي شاعرة من داخلها هي وريفان إن هم السبب في وفاة 150 160 شخص دول، وفي عذاب 150 زيهم. زي ما قلنا لحضراتكم امبارح الإحصاءات وصل عدد المتوفين 119، النهارده بقوا 120 أهو بوفاة أبو حنين. والله أعلم بعد شوية يكون إيه. عشان كده دايما بنطلب من حضراتكم دعوة بظهر الغيب أن ربنا يتم شفاء المصابين، لأن العدد بيترحل كل شوية من مصاب لمتوفي. القاعة كان فيها 1200، حوالي 270 واحد ما بين متوفي ومصاب. العدد بيترحل، بيزيد عدد المتوفين وبيقل عدد المصابين بالوفاة طبعا. فعشان كده بنناشد حضراتكم
يا ريت لايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الساده المتابعين، والكل يدعم معانا لعل وعسى يكون من بيننا انسان دعوته مقبوله عند المولى جل وعلا. وما زلنا برضه بنبحث عن الجاني اللي تقريبا كده مش هيظهر، لان للاسف في بعض القضايا بيسدل عنها الستار وبتدوب مع الايام وبتروح مع الايام ومحدش بيتضرر منها الا يا المجني عليه يا اهليه المجني عليه. المجني عليهم في القضيه دي او في الحدث ده اللي توفوا طبعا والمصابين، واهل المجني عليه ريفان وحنين اللي هيعانوا باقي حياتهم من الآلام اللي شافوها ومن المناظر اللي ما زالت عالقة في آذانهم جميعا. تعرفين حضراتكم بعد رقصة السلول اللي رقصوها هما الاتنين، ولما نظر ريفان كده لسطح القاعة وشاف النيران بتسقط عليه كالمطر، من اللحظة دي وهو حتى جالها في تصريح، والتصريح موجود على القناة، من اللحظة دي وهو أدرك إن اللي جاي أسوأ، لدرجة إن في ناس من اللي كانوا في القاعة كانوا بيتوقعوا انفجار عظيم بعد الحريق ده، لكن الحمد لله ان ربنا ستر. وقلنا لحضراتكم امبارح كان في مخزن للخمور في القاعة، والخمور فيها كحوليات طبعا، واكيد انفجر، عشان كده الحريق كان هائل بالشكل ده. النيران اشتعلت في كل مكان في القاعة زي ما قال اخو ريفان في اقل من 4-5 ثواني. اقل من 4-5 ثواني كانت القاعة كلها مشتعلة، السقف سقط مشتعل طبعا، عمل عثرة في الحركة، حتى الناس وهم عايزين يطلعوا من القاعة مش عارفين يمشوا من النيران اللي بتتساقط، مش لاقيين مكان خروج لأن الباب كان مقفول. وأكتر شيء أحزننا فرد الأمن اللي كان واقف جنب الباب المغلق وما اتحركش خالص، وكأنه واقف عشان يأمن غلق الباب مش يأمن فتحه. واخدين بال حضراتكم يا سادة؟ كأنه واقف عشان يطمئن ان الباب سيظل مغلق وان الناس اللي جوه هتتضرر، مع ان اول شيء كان المفروض يفكر فيه هو فتح الباب وارشاد الناس اللي جوه لطريق الخروج الامن، لكن ده ما حصلش. ده حتى الحماية المدنية اتأخرت، المطاف اتأخرت، وبيقال ان المطاف كانت على مقربة جدا من المكان. يعني من المفترض ان حريق زي ده بعد 4-5-6-7 دقايق 5-6 سيارات مطاف يكونوا موجودين، لكن للأسف ولا سيارة مطاف إلا بعد ما تصفى عدد كبير واتفحم عدد كبير من الأجساد، لدرجة إن في أشلاء هم مش عارفين أصحابها مين، وأرسلوها لمعامل تحاليل وبياخدوا عينات DNA من أهالي اللي هم مش لاقيين ذويهم، اللي ذويهم مفقودين، عشان يعرفوا الجثمان ده بتاع مين. والله يا سادة أمر صعب، والله أمر صعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. ما زلنا بننشط حضراتكم بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وأكبر عدد يدعي معانا بالرحمة والمغفرة وبشفاء المرضى. شرف لينا طبعا وجود حضراتكم كمشتركين في قناتنا المتواضعة. نشكركم ونترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.